السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده معانا فكره جديده على درس الشغل. نشوفه مع بعض. سؤال سهل وبسيط بس ممكن يجي لك في امتحان. فتعالوا مع بعض نشوف هنعمل فيه ايه. بيقول لك احسب الشغل اذا علمت ان كتله الجسم تساوي 20 كيلو. اول حاجه عايز يحسب الشغل. اول حاجه مع بعض، الشغل بيساوي ايه؟ الشغل بيساوي الاف في الدي. طب لو جيت هنا بصيت على السؤال، هو ولا مديك الاف ولا مديك الدي. طب نحسبهم ازاي؟ تعالى مع بعض. اول حاجه الدي بتساوي ايه؟ اللي هي الازاحه. الازاحه بتساوي السرعه في الزمن. السرعه في الزمن هنا دي علاقه ايه؟ هتقول لي دي علاقه ضرب. طب في علاقه الضرب فاكر من الترم الاول كنا بنعمل ايه؟ في علاقه الضرب بنروح نحسب المساحه. تروح تحسب لي مساحه الشكل ده. فمساحه الشكل ده اكنه مثلث. طب مساحه المثلث بتساوي ايه؟ نص في القاعده ب5 في الارتفاع ب10. نص في 10 في 5 هتلاقي مديها لك 25. كده انت رحت حسبت لي الازاحه. محتاج تحسب القوه عشان تطلع معاك. طب القوه بتساوي ايه؟ القوه بتساوي الام في الايه. انا مديك الكتله اصلا ب 20، ادي ال 20 هي نزلت في. طب انا مديك العجله؟ لا، روح احسب العجله. طب العجله بتساوي ايه؟ العجله بتساوي اللي هي الايه؟ الايه بتساوي الفي على التي. دي علاقه اسمه. وقلنا من الترم الاول اي علاقه اسمه بنعمل ايه؟ بنحسب السلوب. فالسلوب هيساوي فرق الصادات على فرق السينات، اللي هي بتساوي 10 على 5 بتساوي 2. اطلع عوض هنا مكان العجله ب 2. 2 في 20 ب 40. مش انت جبت القوه؟ جبت الازاحه؟ عوض بيهم. تقول لي 40 في 25 تطلع معاك ادي صفر. 4 في 25 ب 100 تطلع معاك 1000 جول. السلام.